السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه العائله الوليدات؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتكم المنتحدة ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم واحد التحليه سهله بسيطه كتوجد 10 دقائق، هي واجده عندك، يعني ما كتاخذش متطلبات كثيره لا في الوقت ولا في المقادير. هاد الوصفه هذه غادي نحتاجو بسكوي، كيف اي نوعيه البسكوي اللي كتعجبك. غادي نطحنوه مزيان، ما غاديش نطحنوه نتنيلوه بهذا الشكل هذا، وغادي نضيفوا عليه الزبده وغادي نديروه في المول ديالنا. الزبده اللي كنا ذوبناها عفوا لان الفيديو تقطع ليا، ما نسحب لي واش باقي كيسجل. كناخذوا الزبده كتولي نوازيط وكنخلطوها مع البسكوي ديالنا وكنديروها في المول. بعد ما كنديروها في المول كناخذوا فروماج كيف ما بغى يكون. انا خديت هذه النوعيه اللي شفتوا، وكناخذوا ياغورت وكناخذوا حليب بودره، كنخلطوهم بالميكسور حتى كنوصلوا لهذا القوام هذا الشكل هذا. هذه هي الكريمه اللي توصلنا بها. دونك هنايا كنديروها فوق من هذاك الخليط ديال الزبده والبسكوي اللي ديجا وجدناه ودرنا في المول، وكندخلوه للفران حتى كيطيب لينا، حتى كتنشف لينا هذيك الطبقه الفوقانيه، كتولي طبقه سميكه ومتماسكه. في هذا الوقت هذا غادي نحضروا الفلون. غادي ناخذوا الفلون اللي كيلد لينا. انا خديت الفلون ديال البنان وفلون كراميل، خلطتهم كنديروهم مع نصيطه الحليب وكنديروهم فوق البوطه مهيله حتى كنحصلوا على القوام ديال الفلون اللي بغينا. بعد ما غنحصلوا على القوام ديال الفلون ديالنا كيف كتشوفوا معايا، غادي ناخذوا نجبدوا المول ديالنا من الفران. هو البسكوي والكريمه راهم طابوا بهذا الشكل هذا، يعني كتنشف لينا الكريمه. كنضيفوا فوق منها هذاك الفلون بهذا الشكل هذا. من بعد كندخلوها للفران، عفوا كندخلوها للثلاجه حتى كتبرد، حتى كيبرد لينا الفلون ويتماسك بهذا الشكل هذا. هنايا كتشوفوا دوك الوقيعات البيضين، انا خديت الفلون سخون وحطيته فوق منها وبدات كتذوب ليا الطبقه التحتانيه، يعني خليت غير في بلاصه واحده، ما بقيتش كنحركتش ايديا، سهيت وخليتها حتى تهزت لي شويه من الطبقه التحتانيه. هنا خديت شويه الكريم شونتي، خلطته خفقته ودرته من الفوق وزينت بالفرامبواز. هذه الكريمات الفرامبواز زينت عشوائيا بهذه الطريقه هذه. ممكن تزيني باش ما بغيتي، يعني ممكن ديري تفاح، ممكن ديري اي نوعيه فخاز، اي نوعيه ديال الديسير اللي كيعجبك اللي بغيتي تزيني به. انا زينت عشوائي وكتزيني بالطريقه اللي بغيتي. المهم هو المذاق. جات لذيذه صراحه، والاهم منها انها كتوجد بسرعه قياسيه، يعني الوقت اللي نطي ممكن توجديها. انتما كيف كتشوفوا راها متماسكه وشاده مزيان. انتما يعني في التقطاع ديالها راه كانت شويه متماسكه. شفتوا القوام ديالها كيفاش داير وكيفاش متماسكه مزيان، وعاد زيد اللذه صراحه كانت لذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي شي تعليق زوين كيفاش جاتكم الوصفه. بهذا الشكل هذا كنكون وصلت لنهايه الفيديو ديالي. ما بقى لي الا نودعكم. مع السلامه والى اللقاء، فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.